من خلال الندوة التي كان من المفترض أن يقدماها معا جلسة بعنوان الإعلام والترند، ولم توضح ياسمين عز سبب غيابها أو اعتذارها من التواجد، وهو ما أغضب نيشان على المسرح، ليعلق بعدها ساخرا قائلا: تلاقيها بتحضر الصوت الشتوي. وانتشر مقطع على الفيسبوك من منع دخول ياسمين عز وسخرية الإعلامي نيشان منها. وقد ظهر نيشان خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال انتظاره قدوم ياسمين عز، وقال: وينا ياسمين، أكيد بتحضر صوتها الشتوي. وقد كشفت الإعلامية ياسمين عز عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية ضد الإعلامي اللبناني نيشان على خلفية سخريته منها في منتدى